ازيكم؟ هنعمل النهارده جلاش بطريقه خطيره من غير دهن طبقات ولا تضييع في الوقت. هنعمله في 5 دقايق بالظبط. وكمان هقولكوا على المكون اللي هيخليه منفوخ وورقه كده مقرمش ومورق وخطير. مش هنضيع وقتنا تاني في دهن الطبقات بالسمنه، هنعمله بكل سهوله. لو اول مره تشوفوني، انا شيماء. اتمنى تعملوا الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. شفتوا مقرمش ازاي؟ انا عندي هنا لفة جلاش واحدة زي ما انتم شايفين. هقسمها نصين، وكل نص فيهم هقسمه 2. انا كده هحضر الجلاش علشان اعمله شكل المثلثات اللي انتوا شفتوها. بعد ما قسمته بالطريقة دي هغطي الاجزاء دي، وهاخد الجزء اللي هشتغل بيه عشان طبعا الجلاش ما ينشفش معايا. هفردها كده وهقسمها 2 برضو، وكل نص هقسمه 2 بحيث ان كل الاجزاء اللي معايا تبقى متساوية وتبقى على هيئة مربعات، علشان طبعا لما اتنيها على بعض تديني شكل المثلث اللي انتوا شايفينه. في صينية بتاعتي هنا انا استعملت 150 ملي سمنة على زيت او سمنة بس، طبعا زي ما تحبوا. دهنت الصينية كويس قوي، وهرص فيها بقى الجلاش بتاعي. تقدروا تحطوه سادة او محشي او بالكريمة، يعني طبعا تقدروا تحطوا الحشوة اللي تحبوها. انا هنا اخدت 6 طبقات، يعني اللفة معايا دي من 6 ل7 طبقات، ما تكتروش عن كده. حطيت فيها معلقة من الحشو بتاعي، كانت مكسرات سوداني عليه قرفة وعليه سكر، وبطحنهم في الكبة. طبعا تقدروا تستعملوا الحشوة اللي تحبوها، المكسرات اللي تحبوها. هعمل الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين اهو، بكل بساطة خالص اهو. بحط الحشو وبحط الجلاش في الصينية. طريقة سهلة وبسيطة جدا، اتمنى بجد تجربوها وتقولولي ايه رأيكم. بعد ما هرص الصاج بتاعي كله زي ما انتم شايفين بقى، بنحاول نظبط كده الشكل علشان الصينية تاخد كتير، وكمان نعرف بعد كده نحط له المادة الدهنية بتاعتنا. انا كده خلاص رصيت صينيتي كلها. هجيب بقى مقدار السمنة بتاعي. المقدار ده هيكفي لفة الجلاش، وهحط عليه نص معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر بقى هو يا جماعة اللي بيخليه مقرمش ومورق، ويخلي السمنة كده ايه تتداخل جواه كويس. هسقي الكمية بتاعتي كويس، واجي هعمل عليها كده بالفرشة برضو عشان اتأكد ان السمنة اتوزعت كويس جدا، وبرضو علشان اتأكد ان الوش كله عليه سمنة، عشان برضو لما اسويه يحمر معايا. طريقة جميلة جدا ومنجزة جدا. وهحطه بقى في الفرن على رف اللي هو المتوسط، ودرجة حرارة 200، واخلي بالي انه بيستوي بسرعة. هنا دي تاني صينية، بقيت لفة الجلاش عملتها سادة بنفس الطريقة، بس ما حطيتش حشوة. شوفوا جميل ازاي، هيطلع مقرمش وخطير بجد خطير. وهو سخن هننزل عليه بشربات تقيل. طبعا الشربات التقيل احنا عملناه كتير مع بعض. هو 2 سكر وعليهم 1 مية وفانيليا وعصير ليمون. طبعا بنسيبه يغلي، واول ما يغلي بنعصر الليمون وبنسيبه من 6 ل7 دقايق، وبعد كده نقفل عليه. جربوها يا جماعة وقولوا لي ايه رأيكم. انا متأكدة ان الوصفة هتعجبكم وهتجربوها. بالهنا والشفا مقدما للي هيجربها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.